الله 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 الله. ايش وحلاوة المشي الفلاح. احلى مشي فلاحي في الدنيا ومن بيتي، ما بتشتريهوش، انا بعمله. تعالى ما اوريكي ازاي تخلي ده زي ده. بصي هقول لك الطريقه يا ستي الكل. طبعا لو عندك جبنه قريش متبقي منها حته، لو عندك شويه لبن رايب، عارفه هريسه الشطه اللي احنا بنعملها عشان خاطر نحدق بها مخلل وبتاع، اللي هي شبه دي، الهريسه دي بتاخدي منها معلقتين على نص كيلو لبن رايب على شويه مرته. لو ما عندكيش مرته وعندك زبده سيحي الزبده. المكونات ايه بقى؟ هريسه شطه زي اللي وريتها لك، ومرته، ولبن رايب، او حته جبنه بيضه ما تكونيش عايزاها لو ما عندكيش لبن رايب. بتجيبي ازاي؟ بتجيب معلقتين هريسه شطه على نص كيلو لبن رايب على 3 معالق ملح على زي تقريبا كده 100 جرام مرته. ما عندكيش مرته اقول لك تجيبي المرته ازاي. كل الدنيا وكل مصر اصولها فلاحين وعارفين يعني ايه زبده. بنجيب المرته من الزبده ازاي؟ بنسيح الزبده واللي بيتبقى في قعر الحله بعد التسييح هو ده المرته. بنحط عليها ملح وبنستخدمها في استخدام المش. بتروحي جايبه معلقتين المرته وتروحي ضربه عليهم نص كيلو لبن الرايب، وتروحي حاطه عليهم معلقتين هريسه شطه ومعلقتين ملح، وفي الخلاط اديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي. نسيت اقولك تضيفي زي 3 4 معالق عسل لنص كيلو اللبن الرايب. العسل بيخلي الجبنه لينه مش ناشفه قوي، وبيخليها لونها حلو، بيخلي المشي لونه حلو. هنحط 3 4 معالق عسل على نص كيلو اللبن الرايب، ونروح ضاربينها في الخلاط واديله ادي اديله ادي، ونروح حافظينها في علبه زي كده. تقعد معاكي شهور طب سنين. انا بقى عشان احنا اسرتنا صغيره بحطها في علب. امي وحماتي والناس العسلات دول بيحطوها في بلاص. بيحطوها في بلاص ويركنوها على السطح. لا انا بحطها في التلاجة لان انا بعمل شويه بشويه. وعايزه اقول لك بقى الجبنه بقى اللي تتبقى منك، او تجيبي مثلا كيلو جبنه قريش وتروحي مملحاه وسايباه يوم في الملح وتروحي ساقطاه فيها، بس اللي بيبقى في بيتحول البلاصه وبيبقى جميل. ده غير ريحته، ريحه المرته بتخلي المش جميل. ده بقى دريس الدار. بمعنى ايه؟ يعني احنا لما بيكونش عندنا غموس وتايحين على الغموس بنروح جايبين القرصه ولا البكومه ولا الرقاق وعايصينها وعايصينها مش ونروح اكلينها، بتبقى بقين عسل.